اهلا وسهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا في صحه مزيانه وانتم كتشوفوا فيديو جديد في القناه ديالي. اليوم البنات ان شاء الله غادا نشارك معكم هاد لا كوموند الحلوه ديال الصابلي. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يصاوبوا الحلوه في ديورهم ما كيبغيوش يشريوها من على برا، واخا انا راه كنصحكم انكم تصاوبوها في الدار، يعني ما كاين لاش تشريوها بحكم انك كتكوني عارفه شنو مصاوبه وحاجه نقيه الى اخره. مهم بالنسبه لهذه البنات اللي غنشارك معكم كوموند ديال واحد السيده، غنشارك معكم الطريقه كيفاش عجنتها وكذلك المقادير، ونشارك معكم كاع الاسرار باش يجيكم الصابلي بنين. واخا تكوني اول مره غادا تصاوبي الحلوه ديال الصابلي غادا تصدق ليك ان شاء الله. غير تبعي معايا المراحل بالتفصيل بلا ما نطول عليكم الغزالات. نبداو المقادير. غنديروا 3 الكيسان ديال العنبه السكر كلاصي. الا كنتو غتعبروا بالسكر ديال العنبه، كنتو غتعبروا بزليفه ديال الحريره، غادي نديروا زلافه ديال السكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي البنات كيساعدنا بزاف دغيا، كيطلق لينا مع الزبده. الا كنتيو غادي نديروا سنيده العاديه غادي نطحنوها شويه عاد تخدموا بها. غادي نحتاجوا 500 غرام الزبده اللذه، كل وحده فيها 250 غرام. وغادي نحتاجوا 6 ديال البيضات، الا كانوا صغار كانوا كبار بحال هكا غادي نديروا غير 5. غادي نديروا 4 ديال لي ساشي فاني، ساشي ديال الحلوه بنكهه الفاني. وغادي نديروا وحده ديال الكاكاو. بالنسبه لهذيك ديال الكاكاو كتبقى اختياريه، اللي ما بغاش يديرها يعني يقدر يستغنى عليها. وغادي نحتاجوا 3 الكيسان د العنبه ديال الزيت. وبالنسبه للدقيق البنات راه كيبقى لينا على حسب العجينه، ولكن غدا نعطيكم غادي يهز لينا ديال الدقيق بالضبط، غدا نعطيه لكم. واخا راه كيبقى على حسب الماركه الدقيق اللي خدمتي بها نتيا. الا كان المزيان راه دغيا كيتشرب السوائل، ما غاديش غادي يهز لكم اقل من الدقيق العادي، لانه الدقيق العادي ما كيتشربش السوائل دغيا. بالنسبه للبنات اللي باغيين يصاوبوا غير هكذايا كميه اللي هي قليله، راكم تقدروا ديروا النص ديال هاد المقادير هادو اللي عطيتكم، غنخليهم لكم في صندوق الوصف. هنا البنات اول حاجه كنقطع الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ، وكنزيد عليها السكر الثقيل، كنمزجهم مزيان البنات، كندوب داك السكر في الزبده، وكنضيف عليهم لي ساشي ديال الفاني ب4 بهم، وكنعاود نخدمها مزيان، كندخل معاها داك الفاني، ونبدا نضيف في الزيت نمزجها مزيان حتى هي مع الخليط. بالنسبه للبنات الا خدمتوا بالسكر العادي، سكر سنيده العاديه، راه غتعذبكم لانها ما كتبغيش تطلق مع الزبده دغيا. لهذا يستحسن يا اما السكر كلاصي يا اما طحنوا سنيده، يعني ضروري طحنوها شويه عاد تخدموا بها. كتشوفوا الخليط ديالنا كيفاش كيولي كريمي. دابا غادا نضيف عليه البيض ونخدم عاوتاني مزيان. هذا الخليط تيولي ليا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للدقيق البنات ضروري تصفيوه قبل ما تخدموا به، وغادي تبداو تضيفوه شويه بشويه. العجينه ديال الصابلي البنات ما كتبغيش دليك بزاف، حاولوا غير تدخلوا معاها داك الطحين. بالنسبه لي انا هزات ليا بالضبط 16 الكاس ديال العنبه. الا عبرتوا بالكاس ديال العنبه غادي يجيكم جاني انا 16 الكاس بالضبط. يقدر يجيك اكثر الا خدمتي بالدقيق العادي، ويقدر يجيك يعني يكون بيناتنا غير فرق ديال كاس بحال هكاك ولا نص كاس. هنايا قسمت العجين ديالي على 3. وبالنسبه للنص الاخر غادا نزيد عليه الكاكاو كيف ما قلت لكم، لانني باغا ندير واحد الشكل بالشوكولات، والشكلات الاخرين راكم غتشوفوا معايا كيفاش غادا نخدمهم. الكاكاو حتى هو غادا نصفيه باش ما يجيش فيه دوك الكريكيبات هكذايا يجيو في العجينه، وندخل معاه الكاكاو مزيان حتى هو عاد نقطعوه على 3. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هنايا راني دخلت معاه داك الكاكاو، غادا نقسموه على 3، وغادا نجمع العجينه ديالي. يعني كل عجينه غادا نديرها في الميكا وغادا نديرها في الثلاجه. ضروري البنات الصابلي باش يجيكم زوين ويجيكم يعني ما يجيكمش لاوي، يجي مقرمل. ضروري كيخصو يبات في الثلاجه، ولا على الاقل يبقى فيها واحد 4 ديال السوايع. انا باش كيعجبني نخدم الصابلي انني صافي كنعجنو بالليل وكتكون العجينه واجده، يعني لا غد ليه كيخصني غير نطلق بالدلاك ونبدا نقطع في بالرشيمات اللي بغيت. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا كاملين درتهم هكذايا على شكل خبيزات. هاد الشكل هذا اللي كندوروا به الخبز، ونديرهم في الميكات ونحطهم في الثلاجه. هنايا لا غد ليه ملي كنبدا نطلق في العجينه ديالي كنبدا نجبد كره بكره، يعني ما كنجبدش العجينه كامله ونحطها على برا. العجينه الاخرى كنخليها في الثلاجه، كنحطهم ما بين 2 ميكات. علاش البنات؟ باش يجيوني ساهلين ملي نبغي نهزهم ونحطهم في الطاوه ما كيعذبونيش. بالنسبه لي الا طلقتوهم فوق سطح العمل تقدروا ترشوا شويه ديال الدقيق، ولكن هاد الطريقه هذه كتجي احسن لانه ما كيلصقش لكم. يعني هكذا فوق البوطاجي ولا فوق سطح العمل، تيبقى هكا في الميكا دغيا كتهزوه وكتحطوه في الطاوه اللي غادي ندخلوها الفران. كيف ما كتشوفوا معايا كنطلق العجينه ديالي بهاد الطريقه.
بالنسبه للعجينه البنات ماشي عاوتاني تجي رقيقه بزاف بزاف، تجي ميته، لانها الا كانت رقيقه بزاف غادا تحرق ليكم في الفران. ضروري يكون فيها شي شويه ديال الارتفاع، شويه ماشي بزاف، غير ما تجيش كيف ما قلت لكم ورقه يعني رقيقه بزاف. بالنسبه للعافيه البنات في الفران خصها تكون تحت المتوسط باش هكا ما يتخطفش لكم الصابلي ديالكم ويطيب على خاطرو وما يتحرقش لكم. بالنسبه للوقت البنات راه ما كيشدش الوقت بزاف، يعني خصكم تردوا معاه البال. ديروا الطاوه ديالكم في الاول الفوق، عاد كتهبطوها لتحت. هنايا اول طابع غادا نخدم به هو هذا اللي على شكل ورقه. حاولوا البنات ملي تكونوا يعني كطبعوا في العجينه تقاربوهم باش ما تبقاش لكم العجينه بزاف. وبالنسبه لي عندها المرشم ديالها كيلصق ليها في العجينه، خصها ديروا في الدقيق، عاد تبدا تقطع به باش ما يخسرش ليها العجينه بزاف. كيف ما كتشوفوا البنات الميكا كتساعدنا بزاف باش اننا نهزوا الحلوه ديالنا بكل سهوله ونحطوها في البلاطو. بالنسبه لي انا عاوتاني راه كندير يعني كنعمر هادوك اللي غادا نديرهم في الفران وكنفرش الميكات على شي طبله اللي كتكون كبيره باش هكايا كنقطع كلشي وعاد كنبدا نطيب فيهم. وبالنسبه للطوابع اللي باغيين تقطعوا بهم البنات كتختاروا الشكيلات اللي بغيتو، غير انا هنايا مقترحه عليكم هادوك اللي خدمت بيهم. هنايا كندوز العجينه الثانيه اللي هي هذه اللي عجنتها بالكاكاو، كنقطعها حتى هي على هاد الطريقه هذه، كنطلقها ما بين جوج ديال الميكات، عاد كنبدا نطبع فيها بداك بالطابع. كنطبع العجينه ديالي كامله، عاد كنبدا نهز فيهم ونديرهم عاود فوق السطح اللي كنكون مفرشه عليه الميكا ولا الطاوات. علاش البنات كندير واحد يعني علاش كندير واحد السطح مفرشه عليه الميكا؟ على وديت الطاوات كيكونوا عامرين وانا كنبغي نقطع العجينه كامله عاد نبدا نطيب فيها. بالاخص اللي كتكون يد وحده ما يمكنش ليها تبقى هكايا كل مره تجلس وتمشي تطلع للفران وتجلس عاود تمشي تطلع للفران. من الاحسن هاد الطريقه هذه اللي قلت لكم. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت هاد العجينه هذه طبعتها كامله، غادا نعاود نهزهم عاود بنفس الطريقه وغادا نكمل العجينه ديالي كامله على هاد الطريقه هذه. وبالنسبه للطوابع ما غاداش نخدم بنفس الشكل، كاين اللي غادا ندير فيه الشكل ديال الورده، كاين الشكل ديال الورقه، وكاين هاد الشكل هذا مربع، وكذلك واحد الشكل واحد اخر غتشوفوه معايا. هذا الشكل الثالث اللي خدمته، وكذلك غادي نشوفوا معايا الشكل الرابع. كيف ما كتشوفوا البنات كنفرش هنايا فوق الصينيه فوق شي طبله كبيره. اهم حاجه البنات انكم تفرشوا شي ميكا قبل ما تحطوا الصابلي ديالكم باش ملي تجيو تهزوه ما يخسرش لكم الشكل وما يلصقش لكم فوق السطح اللي نتوما حاطينه عليه. هنايا غادي ندوزو البنات الاول شكل اللي غادي نذوقوه، اللي غنحتاجوا فيه 2 معالق ديال غليكوز. كل 2 معالق ديال غليكوز كنديروا معاهم معلقه ديال الناباج، وكيبقى على حسب الكميه اللي نتوما غادي تلصقوا بها. وغادا نزيد عليهم معلقه صغيره من النكهه اللي غنديرها انا، النكهه ديال الفريز. بالنسبه للنكهه البنات كتبقى اختياريه، انا درت هنايا النكهه ديال الفريز بحال هذه راه كتباع ب5 دراهم. تقدروا ديروا النكهه ديال الناطا، تقدروا ديروا نكهه الشوكولاط، نكهه الكراميل، كيبقى على حسب الذوق. هنايا البنات كيف ما قلت لكم كديروا الكميه من الناباج ومن الجليكوز كدوزوهم شويه فوق البوطه حتى كيذوبوا. كنبقى نحرك هكايا حتى كيذوبوا مزيان مع بعضياتهم، راه ما كيشدوش لينا الوقت كاع البنات. بالنسبه لاول شكل غادي نخدموه هو هذا اللي غادا ندردر عليه كامل سكر كلاص. البنات كتفرشوه فوق شي سطح العمل ولا فوق شي طبله هكايا باش يجيكم ساهل، ماشي تبقاو تخدموا حبه بحبه، فرشوهم كاملين باش يجيوكم ساهلين في الخدمه. وكنشدوا الطبقه التحتانيه ديالهم كنديروا فيها الخليط ديالنا اللي هو الجليكوز والناباج والنكهه، وكنلصقوا بحال هكايا كيجينا ساهل في الخدمه وما كيشدش لينا الوقت بزاف. غادا نكملهم كاملين بهذه الطريقه هذه وندوزو كيف ما كتشوفوا جاو بحال هكا. ودابا غادي ندوزو نشوفوا الشكل الثاني كيفاش غادي نزوقوه. الشكل الثاني اللي فيه الطابع ديال الوريقه بحال هكا، غادي نشدو واحد الكميه ديال الكاوكاو. انا بالنسبه ليا درت شي 7 دراهم ديال الكاوكاو، حمرته مزيان فوق البوطه وهرمشته في المهراز. وبالنسبه للصاق البنات غادا ندير غير الجليكوز والناباج. كيف ما قلت لكم الا درتو 2 معالق ديال الجليكوز كديروا معلقه ديال الناباج، وعلى حسب عاوتاني الكميه ديال الصابلي اللي عندكم. كنتو غادي ديروا 4 ديال المعالق ديال الجليكوز ديروا 2 ديال الناباج. كنلصقهم بهذه الطريقه هذه. كنظن انه الفيديو راه واضح. كتشدوا شي شيته بحال هكايا، حتى الا ما كانتش شيته ماشي مشكل، غير بالمعلقه هكايا دهنوهم من الفوق
وتحطوهم مباشره فوق الكاوكاو. من الاحسن انكم ديروا بزاف ديال الكميه وديروهم كاملين هكايا فوق الكاوكاو، عاد تبداو تهزوهم. انا هنايا راه غير باش نصور لكم خدمت كل وحده بوحديتها. هاد الشكل البنات كيجي رائع جدا، لا في المذاق ديالو لا في الشكل ديالو. غير نصحكم انكم هكايا ديروهم في شي صينيات يضربهم البرد شويه، عاد ديروهم في البواطات اللي كيكونوا مسدودين شويه هكذايا، واحد نص ساعه تخليوهم هكا عاد تجمعوهم. بالنسبه لشكل واحد اخر اللي خدمته هو هذا ديال الشوكولات. كتلصقوا مربع مع مربع، راكم شفتوا معايا الطبع ديالو، وكتغطسوهم في الشوكولات وكدوزوا عليهم بخطوط بيضاء حتى هو ديال الشوكولات البيض. بالنسبه لهذه ديال الشوكولاته البنات ضروري فيما تغطسوها في الشوكولات حطوهم هكايا فوق الميكا، تكونوا مفرشين ليهم دوك او لا فوق ديك الشبكه اللي كنحطوا عليها الكيك، راه كتباع عند مالي الماعن. بالنسبه لي انا فرشت غير ميكا وحطيتهم عليها كاملين مستفين، باش هكايا اولا ما يعني ما الدنيا ما تكونش فيها الشوكولات، ثانيا يجيوني ساهلين ملي ينشفون نبدا نحيدهم دغيا بكل سهوله. ورش لكم البنات طريقه التزيين ديالو بسبب ضيق الوقت، ولكن غنعاود نشاركها معكم ان شاء الله فيديو واحد اخر. مازال غادا نصاوب كوموندات وحدين اخرين. وبالنسبه لهذا الشكل هذا حتى هو بالنسبه لهذا الطبع هذا غتلقاو عند مالي الحلوه، الثمن ديالو 5 دراهم. حتى هو يعني كنلصقهم بالشوكولات وكندوز عليهم بخطوط من الشوكولات الاسود. بالنسبه للشوكولاته البنات نصحكم تخلطوا هذاك اللي كيكون مزيان، يعني اللي كيتباع بالطروفه اللي هما كبار، كيدير 3 دراهم ونص للطرف، وتخلطوا معاه هذاك اللي كيكون مربعات صغيره، راه كيكونوا 5 بدرهم، باش هكا يطيح عليكم اقتصادي. لانكم الا درتو غير هذاك العادي راه غيجيكم ما غيجيكمش زوين صراحه، ما كيساعدش في الخدمه. لاصوص ديال الشوكولاته البنات دابا نصاوبها معكم شي فيديو خفيف نوريكم لاصوص اللي كنخدم بها الصابلي. وبالنسبه للاشكيلات اللي صاوبناهم هما هادو، كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم. والبنات اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا، هكا غيبقى يوصلكم كل جديد من عندي. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون خفيف ظريف على قلبكم وتكونوا استفدتوا منه بطبيعه الحال. وبالنسبه للانستغرام ديالي راه غنخليه لكم في صندوق الوصف، اللي بغى طرح عليا شي سؤال ولا اللي بغى دوموندي من عندي شي حاجه مرحبا.